ماما بصوا يا جماعه منوراني ازاي، البيت منور، اول مره اصور وهي عندي. صح؟ قولي لهم كلمه بقى، سلمي على الناس. كل سنة وانتم طيبين يا رب، عقبال كل سنة وانتم طيبين. وكل اللي تتمنى حاجة ربنا يديها لها يا رب. ان شاء الله باذن الله يا رب. إن شاء الله. امم قولي لهم الاكل بقى، رايك فيه ايه؟ لا والله بصي الأكل روعة. حلو. جميل. قولوا لهم اتفضلوا معانا بقى. اتفضلوا معانا. يلا. يلا احنا هناكل وبعدين اوريكم ريست الذره بقى في الفرن. خلاص. ماشي يلا نصور بقى ريست الذره. إن شاء الله. او البسيسه، في ناس بتقول عليها بسيسه وناس بتقول عليها ريست الذره. أما تطلع إن شاء الله. ماشي يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. لو اول مرة تشوفوني، معاكم رانيا من قناة بيتي ومطبخي سر سعادتي. رجعت لكم بقى النهاردة في يوم جديد وفيديو جديد، يا رب يعجبكم. النهارده بقى ماما عندي، انتوا عارفين واحنا ما بنحبش ناكل الصدور، انا دايما على طول بطبخ الوراك. الصدور بعملها في اكلات تانية. فهنا بقى رحت كنت يعني جايبه وركين فراخ كده، وحطيت في الميه بقى ورق لوري وحبهان، ودي كبابه صيني، وايه تاني، حبانه حطيته وقرفه خشب، وحطيت بصلايه كده، بصلتين صغيرين يعني، وطماطمايه على 4، وسبت بقى الوركين يتسلقوا. هنا بقى ايه، عندي خضار. الخضار ده عباره عن بدنجان، كوسه، جزر، فاصوليا، بزله، بطاطس، كل الخضار ده كله هنا. وجبت بقى برام كده، هنعمله في البرام في الفرن، هوريكم هنعمله ازاي. هنا مقطعه بصلايه، عليها حته ليا كده، قطعه ليا كبيره بصلايه. تعالوا نشوف. جيت هنا بقى قلت احط معلقه سمنه ومعلقه زيت نجيف، زيت ذره، حطيتهم في الحله وهشوحهم. هحط الاول البصلايه كده، مع كان عندي قطعه ليا صغيره، فماما بقى كانت مقطعه لي بصراحه البصل ومقطعه لي الخضار وهي قاعده، فحطيت لها معلقه سمنه ومعلقه زيت، وهحط بقى البصل مع قطعه الليا اللي كانت عندي، قلت تديها طعم كده عشان انا عامله فراخ، فقطعه اللي دي هتديها طعم اللحمه، وخصوصا انا هدخلها الفرن. وسبت بقى البصل هنا يدبل خالص. كوسه وجزر وبطاطس وبدنجان وفاصوليا وبزله كمان اهو، كل الخضار اللي عندي يعني هنزل بيها تشويح كده. بعد البصل بقى ما يدبل خالص، رحت نازله بالخضار المشكل ده، كله فيتامين بصراحه وجميل قوي، بيبقى طعمه حلو كمان، خصوصا في البرام في الفرن. بطاطس بقى، جزر، كوسه، فاصوليا، بزله، بدنجانه كده برضو تحطيها، بيفرق بصراحه طعم البرام كمان مع الخضار، مع اي مجموعه خضار مشكل زي ما انتم شايفين يعني. انا هنا قلت اقلب شويه الخضار مع البصل، قلبته بقى كده عشان يعني اشوحه شويه على النار قبل ما احطه في البرام، بشوحه على النار من فوق. هنا بقى كان عندي جوز الطيب، قلت ابشر عليها جوز الطيب برضو تديها طعم وريحه حلوه، ومعلقه ملح كبيره كده، وفلفل اسود، وهنا شطه لو بتحبي الحاجه سبايسي، وانا كنت مقطعه برضو قرن فلفل، وبابريكا لو عندك برضو قرن فلفل كده، بس طلع بارد يعني ما كانش حامي ولا حاجه، ماما كانت مقطعه لي الفلفل معايا. ودي 7 بهارات، كل ده انا حطيته، البهارات دي كلها بتدي طعم. لو مش حابه الحاجه تبقى يعني حاره، ما تحطيش شطه وما تحطيش فلفل. البابريكا مش بتدي يعني، مش بتبقى حاره ولا حاجه، بس بتدي طعم حلو، طعم الفلفل كده الكم. شوحته بقى كده وغطيت عليه وسبته يتشوح الخضار كله مع بعضه لحد ما ينزل ميته ويشربها. جبت بقى هنا برام زي ما انتم شايفين كده، برام كبير، وكانت الخضار اتشوح زي ما انتم شايفين، بصوا ازاي، ونزل ميته خالص وسبته بقى، ورحت حاطاه في البرام بعد كده. هنا بقى كنت انا عصره طماطم في الخلاط، حطيت عليه طماطم، كنت محضره الطماطم يعني ضربها في الخلاط وجاهزه. وخدت هنا كوبايه، حوالي كوبايه شوربه كده، اي شوربه بقى، لو عامله لحمه ولا عامله فراخ، ممكن تحطي معاها قطع لحمه كمان، هيبقى جميل قوي. تحطي كوبايه شوربه وتدخليه بقى الفرن كده وتغطيه، يطلع بقى احلى برام تحفه، خضار بشكل فظيع بصراحه. كنت مولعه الفرن بقى على درجه حراره 220 عشان يعني يغلي بسرعه، ما ياخدش وقت كبير، لان ده فرن البيت يعني.
بس وغطيته كمان بالغطا عشان يغلي بسرعه. جيت انا بقى عشان اعمل رز بالشعريه، كنت حاطه معلقه زبده وبرده معلقه زيت، وحطيت عليها الشعريه وقلت احمر الشعريه معاكم كده. وهنا الفراخ برده كانت بتتحمر. بعد الشعريه ما اتحمرت بقى هنا كنت نازله بالرز برده شوحته كده. بحب اشوح الرز مع الشعريه الاول. وحطيت انا كوبايتين رز، حطيت كوبايتين ميه ومعلقتين ملح، يعني كل كوبايه رز عليها معلقه ملح، معلقه صغيره يعني مش كبيره. واول ما بيغلي بوطش عليه خالص بقى. ايه، هريسه ذره او بسيسه، في ناس بتسميها بسيسه وناس بتسميها هريسه ذره. انا عندي هنا سمنه وعندي هنا بيضتين اهو، وده بشر برتقان، وده عصير تلج. انا هو المفروض يبقى الكيس يعمل 4 كوبايات، انا عملته على كوبايتين يبقى مركز، هاخد منه كوبايه واحده بس، يعني عملته مركز. وده بيكنج باودر، وده سمسم للوش، وكوبايه سكر اهي. هنعملها زي الكيكه بالظبط. الاول هندخل ايه، الدقيق، ده الكوب المعياري، هاخد منه 2 دقيق ذره وواحد دقيق ابيض اهو. في بقى دقيق ذره اصفر وفي دقيق ذره ابيض، انا ما عنديش اصفر، اللي عندي ابيض اهو، اللي هو ده. هنعاير بقى 2 من ده، اي كوبايه عندك، مش لازم الكوب المعياري، يعني كوبايه الشاي العاديه اللي هي 250 مللي كركم. ماشي اهو كده. نبتدي ندخل كده. ابصوا بيطلع ايه، قشر، القشر ده مش عايزاه. ناخده كمان كوبايه اهو، تاني 2 من ده 2 ومن الابيض ده 1، زي الكيكه بالظبط. وممكن لو مش عايزه تحطش برتقال ممكن تحطش لبن، يعني بس انا حابه اعملها بالبرتقال، يعني عشان الدقيق لونه ابيض فالبرتقال يخلي لونه ايه، مصفر شويه. لكن ممكن تحطش لبن عادي زي الكيكه، يعني زي اي كيك كده بتعمليه اهو. دقيق 2، فانت ممكن تبدلي بدل كوبايه العصير البرتقال ده ممكن تبدلها بلبن. بس قلنا اعمل كده كده اهو. دي كوبايتين دقيق ذره مع كوبايه دقيق ابيض اهو، زي ما انتم شايفين كده. حط على الدقيق بقى هنا رشه ملح، سنه كده بسيطه يعني، سنه. ومعلقتين بيكنج باودر كده، يعني واحده ادي. بس هنركن بقى كده الدقيق ده على جنب. واكون محضره بقى هنا الصينيه دهناها ورشها بالدقيق القالب اهو. هنجيب بقى شفشق الخلاط. هنحط هنا كوبايه السكر اهي. هنجيب بقى عصير البرتقال اهو، نرجه كده الاول كوبايه. كوبايه عصير البرتقال والسكر زي ما انتم شايفين كده. وده بشر برتقال مكان الفانيليا. وهنكسر البيض
السمنه بقى نص كوبايه سمنه، مش هنحط سمنه كتير، ممكن سمنه وزيت يعني، مش سمنه بس. انا هنا هحط سمنه وزيت. وممكن ايه رشه زيت كده برضو مع السمنه، يبقى سمنه وزيت. نحط كل ده كده هنا في الخلاط. خلاط كده. بصوا بقى بعد ما اتضرب كده نروح نازلين عليه ايه بقى؟ ولا لا؟ معلقه خل. نعم يا ماما. عندك سمسم؟ اه عندي. نروح حاطين ايه بقى؟ الخل وضربين كده في النار لحد ما يبقى الخليط ناعم. هو كده ايه اتضرب اهو كويس. هننزل كده بالخليط ده كده كله. نازله بقى بالدقيق واحده واحده كده واقلب كده، واقلب بقى كده. اضرب ده الاول كده. بصوا، والبرتقال خلى لونه اصفر ازاي، من غير ولا كركم ولا تحطش اي حاجه تانية تغير اللون. لو دي ابيض بصي تعمليها بعصير البرتقال التاني هيطلع معاكي بصي لونه اصفر ازاي. بصوا شايفين اللون؟ هتتقلب مني ولا حاجه. كده. هنا بقى همسح هنا عشان الصينيه بس. نروح نازلين بقى كده بالخليط كله. شايفين؟ بصوا اللون تحفه. عصير البرتقال هو لونها. دي بقى في ناس بتقول عليها بسيسه، انا اعرف انها ريسه ذره، وفي ناس بتقول عليها ريسه ذره، معرفش الصح ايه بقى، او كل بلد ليها اسم. ناس بتسميها ريسه ذره وناس بتسميها بسيسه. انا عملتها نفس طريقه الكيك على فكره، اكنك بتعملي كيك بالظبط. كيك برتقال، لو مش عايزه برتقال شيلي البرتقال وحطي لبن كده. نرش بقى كده سمسم. لو عايزين سوداني ممكن نرش سوداني كمان، بس السمسم بس كده احلى، مش عايزه سوداني انا بصراحه. وفي ناس بتحط جوز هند وزبيب فيها من جوه، انا ما بحبش، لا بحبها كده بصراحه. يعني انت حابه تحطي جوز هند وزبيب حطي في العجينه، حابه تحطي سوداني برضو حطي، نحط لها كل حاجه. بصوا بقى الجمال بقى، ندخلها على الفرن زي الكيك بالظبط. بصوا. تعالوا بقى على الفرن. كده ايه خلاص استوى يعني، استوى. بصوا الجمال. الالبرام بيدي كمان ريحه وطعم الاكل خرافه. نغرف. بصوا بقى الجمال بقى. اول نغرف الرز. بصوا. الله الله على الريحه، ريحه بجد جميله. بس كده هظبط بقى ماما كده واعمل لها فورمه في الرز عشان العين ايه بتشوف قبل ما تاكل كده.
بصوا بقى، هو عايز لسه يتحط في الفرن تاني، بس انا حاطه الكيكه. اما اطلع الكيكه اللي هرست الدور يعني البسيسه هحطه تاني. بس هو كده لسه فيه يعني ميه، عايز يتشرب الميه بتاعته. بس الريحه طالعه رهيبه. رهيب والله رهيب. الله الله بجد خرافه، يا جماله يا جماله. تسلم ايدك يا بنتي يا رانيا على الجمال اللي انت بتعمليه ده. عظمه عظمه على عظمه. ماما برضو اللي مقطعالي الخضار كده. ايه رايك يا ماما بقى؟ خلصنا الاكل، قولي رايك ينور بقى. عليك. ايه رايك فيه؟ اكل بصراحه الريحه روعه، ولا ريحته؟ بجد. ريحته جميله. ماما بصوا يا جماعه، منوراني ازاي البيت منور. اول مره اصور وهي عندي، صح؟ قولي لهم كلمه بقى، سلمي على الناس. كل سنه وانتم طيبين يا رب، عقبال كل سنه وانتم طيبين، وكل اللي تتمنى حاجه ربنا يديها لها يا رب ان شاء الله باذن الله يا رب. ان شاء الله. قولي لهم الاكل بقى، رايك فيه ايه؟ لا والله بس؟ الاكل روعه حلو. جميل. قولوا لهم اتفضلوا معانا بقى. اتفضلوا معانا. يلا. يلا احنا هناكل وبعدين اوريكم ريست الذره بقى في الفرن. خلاص ماشي. يلا قولوا لهم بقى اتفضلوا معانا يا ماما. اتفضلوا معانا وبعد كده نصور بقى ريست الذره ان شاء الله. او البسيسه. في ناس بتقول عليها بسيسه وناس بتقول عليها ريست الذره. اما تطلع ان شاء الله. ماشي يلا. دلوقتي بقى هعمل ايه؟ كوبايتين شاي كده انا وماما. ماما بتاخد ايه ربع معلقه سكر عشان هي عندها السكر، انا باخد معلقه كده ونص بس كده. نعمل الشاي ونقطع بقى ايه الهريسه. تعالوا بقى نقطع الشاي نقطع الهريسه بتاعتنا اللي احنا عملناها، اوريها لكم. مع الشاي كده. بصوا بقى طلعت حلوه ازاي وبردت خالص اهي. كده بحب اقطعها صغيره شويه، ما تبقاش كبيره قوي. شوف طعمها ايه. لا حلو والله. بصوا بصوا صفرا من جوه ازاي. اهي كده جميله. يلا يا ماما. بصوا بصوا الجمال. بصوا صفرا ازاي زي الجاهزه بالظبط. بصوا لونها، الريحه والطعم خرافه جميله. هنروح بقى ايه ناكل الهريسه، نشرب الشاي وكده بقى. خلصنا الفيديو بتاعنا واقول لكم باي باي مع السلامه. ما تنسوش تعملوا لايك. ولو وصلتوا معايا لحد نهايه الفيديو عجبكم ولسه ما اشتركتوش في القناه، انزلوا اعملوا اشتراك وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.